ولو كثير بزحلق، لازم واحد كثير ينتبه. هون على حدود لبنان في الجليل الأعلى، على أخطر نقطة وصلت إلى حتى الآن قرب الحدود اللبنانية، وادي القرن. سلام أصدقائي، شو الوضع؟ اليوم عندنا مسار دائري في وادي القرن، مي بتنبع كل الوقت في الصيف في الشتاء بتظلها جارية. راح أفرجيكم اليوم جمال هاي البلاد. هسه أنا في طريقي للنهر اللي بيتصل مع وادي القرن. عملنا فيديو سابق عن وادي القرن وعن الجبال الموجودة غادة. راح يكون اليوم مسارنا مائي، المي اللي هي نابعة كل الوقت في عز الصيف. وما أجمل هاي الجبال والأشجار الموجودة هون، طبيعة بلادنا. هذا هو نهر الهاردويل اللي بيتصل مع وادي القرن. راح نمشي في المي لحتى نوصل للنبعة اللي موجودة في وادي القرن. هذا المسار مسار دائري، طبعا راح نلف ونرجع لنقطة البداية. بالأخص هذا المسار تقدر تمشي في المي، يعني كل الوقت جريان المي خفيف، تقدر تمشي في المي، لكن في أشجار ممكن واحد يوقع. ليكوا الأشجار، ليكوا ما أجمل هاي الأشجار الموجودة هون، نبع مي وأشجار خضرة موجودة في هاي البلاد. النهر ماشي في هذا الاتجاه، وادي القرن بمد معاه. رح نروح إسا ونمشي في كل هذا المسار المائي لحتى نوصل للنبعة. هي نبعة بقعة كبيرة من المي اللي بتنبع منها المي اللي موجودة في هذا المسار. مسارنا اليوم رح يكون من هاي النقطة اللي بتبلش من نهر الهاردويل اللي متصل في وادي القرن. الأسماك موجودة في النهر، تعالوا شوفوا معاي، طلعوا الأسماك. رح نضل ماشيين لحتى نوصل للنبعة. أصعب إشي ممكن يكون فيه هون، طلعوا وين المي وصلت. مي كتير مسقعة، والإشي اللي بيخوف إنه يعني الواحد يكون ماشي هون وتطلع له حية. هذا النهر كثير نظيف اللي بيحتوي على الأسماك، لكن واحد لازم يكون كثير منتبه من الأفاعي الموجودة هون. فخلينا نكمل حتى نوصل لهذا النهر. يعد من أكثر الأنهار الجميلة عندنا في البلاد، نهر الهاردويل اللي هو بيتصل مع نهر وادي القرن. فيش كثير ناس اللي موجودة في هذا المسار، مع انه هذا المسار متواجد فيه كثير اشخاص اللي بيجوا بيزوروه وبيجوا بيسبحوا، اولاد عائلات. هذا المسار ملائم جدا لكل العائلات اللي بتيجي لهون. لكن انا جيت في نص الاسبوع، طقس كثير حامي، ما اعتقد انه راح يكون في كثير ناس، بعدني ما شايف حدا لانه المي مش كثير عالية. في نفس الوقت هو ريح، فيش فيه كثير خطورة، يعني هذا المسار مش خطر، ففيكم تيجي لهون مع عائلاتكم تمشوا، لأنه هذا المسار كمان دائري ووقت قصير جدا نسبية للمسارات، بقريب 50 دقيقة لساعة ممكن تخلص كل المسار. يا اخوان لا تنسوا تدعمونا بلايك وتشتركوا في القناة عشان افرجيكم بعد مسارات عن هاي البلاد. عم نطلع وعم نصور عشان نفرجيكم احلى واجمل اماكن في هاي البلاد. اعطونا اللايك واشتركوا في القناة، دعمونا واعطونا رايكم تحت في التعليقات. اذا انت من محبين الطبيعة هذا الفيديو لإلك. مسار اللي فيه مي، فيه طبيعة خلابة، شمال البلاد بالقرب من الحدود اللبنانية. هذا المسار اللي متصل مع وادي القرن، نهر الهاردويل، كلها النهار متصلة ببعض توصل لنهر وادي القرن.
اللي بحب هاي المسارات. طبعا أنا في عندي فيديوهات موجودة على قناتي من مسارات مائية لوثائقيات عن القدس وعن عكا ومسارات في هاي الطبيعة شمال البلاد بالأخص. فوتوا احضروا الفيديوهات السابقة راح تعجبكم، لا تخسروا. بركة صغيرة على طريق النهر، رح نضل مكملين لحتى نوصل للنبعة الكبيرة اللي رح نسبح فيها. مسارات الطبيعة أجمل بكثير من إنك تروح على البحر تحت أشعة الشمس وتسبح. هاي مي مسقعة تحت الأشجار، أنت مسارك كثير مريح وكثير جميل بين أحضان الطبيعة. كثير بزحلق، لازم واحد كثير ينتبه. شوفوا معي في طحالب على الصخر، فهذا الاشي بيؤدي انه واحد يتزحلق اذا بيدعس عليها، فلازم واحد يكون كثير منتبه وين عم بيمشي. خلونا نكمل. سلام على الجبل. عم بسمع صوت ناس، فبعتقد انه في ناس هون لانه سامع اصواتهم من هون. بعتقد انه هون موجودين في النبعة اللي اخر هذا النهر. خليكم معي، بعتقد كل الناس بتروح لغاية عشان تسبح في هاي النبعة لانها غميقة. خليكم معي خلينا نشوف. طلعوا المي قديش غميقة. ماسك الشنطة عشان ما تنزلش على المي. شوفوا معي. المي وصلت للبطن. خفت شوي هسه. واحد لازم ياخذ نفس، كثير حامية. طلعوا ما اجمل هاي المنطقة. واو، يعني واحدة من الشغلات اللي بتميز هاي الانهار الموجودة هون هي انه كلياتها نابعة من شمال البلاد. جبل الشيخ ذوبان الثلج بينزل كلياته بصب في الساحل، فبيجوا عن طريق هاي الانهار، ان كان وادي القرن، نهر الهردويل، في كثير انهار بعد راح نزورها اكيد، اللي هي بتنزل كلياتها عن طريق هذا الساحل وبتصب في البحر الابيض المتوسط، او ممكن كمان في بحيرة طبرية. فهاي الانهار عشان هيك جارية كل الوقت مع ذوبان الثلج، بالرغم من انه كان السنة الماضية ما في كان كثير مطر، ما كان في كثير ثلج، الطقس تغير. بالرغم من هيك لسه في مي موجودة، بس في محلات اللي هي عن جد نشفت. فبنتأمل انه يكون السنة الجاي اللي علينا احسن بكثير من السنة الماضية.
شفتوا معي قد ايه كان غميق المي غاد صح؟ وصلنا لمحل اللي فيه المي تحت الأرض مش عم تجري، هون نهايتها. شوفوا معي هاي نهاية هذا النهر، نهايته اللي أكيد راح نكمل، راح نلاقي المي بعد مرة، بس في هاي النقطة يمكن النقطة هاي كثير عالية، فلهيك مع قلة المي في نشاف هون، فراح نكمل لحتى نوصل للمنطقة الثانية اللي فيها المي. ليكوا الشجر معلاه. طبعا يا اخوان طلعت اتفقد الجهة الثانية اذا في النهر مكمل، للأسف أتريه منشف، أكيد موجود غادي بس على مسافة طويلة، فلهيك رح نرجع على البركة ونسبح فيها. تعالوا معي خلينا نعمل شوية مغامرة بسيطة في هذا النهر. واو 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 واو. يلا مي مسطعة، كيف راح ننزل فيها بعرفش. آخ يا ويلي. مي مكرزة، ما أجمل هالمكان يا أخوان. تحت الشجر بركة كثير كبيرة، طلعوا قديش تمتد. بس وصلت على هاي النبعة قلت مستحيل اطلع من هون من غير ما اسبح. حدا بيوصل لهون بيشوف كل هذا الجمال وما بيسبح؟ مستحيل. اوكي يا جماعة، انا هسه طلعت من النبعة للطريق اللي هو جنب النهر. النهر موجود غادي، راح ارجع فوت على النهر، بس طلعت افرجيكم الطريق اللي حد النهر، اللي ممكن اي حدا كمان اذا بدوش يمشي في النهر نفسه ممكن يمشي على الطريق اللي هو جنب النهر. وهيك شفتوا النبعة معاي. خلينا نرجع أدراجنا منين بلشنا. نهر الهاردويل. هذا هو الطريق اللي بلشت منه يا جماعة. رحت لغادي، وصلنا للبركة، وهسه راجع أدراجي لنقطة البداية. تعالوا نكمل طريقنا. فيش حدا نهائيا. جاء بالي ظلني هيك محلي، سكوت، هدوء لا يوصف. يعني أنا جاء بالي عن جد ظلني هون ما اتحركش. يا جماعة لا تنسوا تعطونا رأيكم تحت في التعليقات، تشتركوا في القناة لحتى يوصلكم كل جديد. شكرا.